لماذا يا شيخ ما دام أن الإنسان قد كتب هو شقي أو سعيد، فمعناه أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا ذلك قبل أن نخلق، لماذا نجتهد؟ فقال الشيخ ابن عثيمين لفتة جميلة جدا من هذا الحديث مع هذا الحديث، قال أنت أخذت جزءا من الحديث وتركت الجزء الآخر. قال بكتب رزقه. طب لماذا لم تقل مثل هذا الكلام في الرزق؟ لماذا تخرج في كل صباح وتجتهد في البحث عن الرزق، وعندما يسألك أحد لماذا تبحث عن رزقك تقول أنا لابد أبذل السبب؟ الناس ما يقولون مثل هذا عندما يبحثون عن أرزاقهم، يقول رزقي مكتوب أنا بجلس في البيت. نادر من يقول هذا، لكن في الهداية يقول أنا ما أدري يمكن الله ما هداني. الشيخ ابن عثيمين يقول كما أنك مطالب بالاجتهاد بأخذ الأسباب لتحصيل الرزق، فأنت أيضا مطالب بالأسباب التي توصلك إلى الهداية، أن تتخذ كل السبل المتاحة لتصل إلى الهداية. ولذلك قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد تجتهد ويرى الله في قلبك الصدق، وقد يبتليك الله. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الإنسان يصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى.